أنا أمجد يوسف، مساعد أول. كنت أشتغل بشعبة المخابرات بفرع المنطقة الفرع 227. التحقت بالسلك العسكري عام 2004 لمدة دورة سنة كاملة. تخرجت 2006 عفوا 2006 برتبة رقيب أول، وأكملت رتبة رقيب أول حتى ترفعت لرتبة مساعد، وبعدين سقط نظام أنا برتبة المساعد. الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهر فيه أمجد يوسف هو أنا، واللي ظهر فيه أنه قبل انه بداية الأزمة تقريبا بداية الثورة اللي صار، انه انا ونجيب معي، هذا نجيب الحلبي، هو كان دفاع وطني وكان احد العناصر المصورين، ماني متذكر شو اسمه المصورين يعني. كنا جايبين قبل يعني تقريبا شي 40 شخص، على اساس كلهم بهذاك الوقت كانوا ارهابي او بمولوا مادي للارهاب. بالنسبة للعساكر أنا ما حدا كان غيري موجود. سقناهم على الحفرة اللي كان حافرة ريكس، وقمت بإطلاق النار أنا مثل ما شفتوا من مقطع الفيديو. مرة أنطر لينزل بالجورة، مرة قوص عليه قبل ما ينزل بالجورة، مرة نجيب هو اللي يقوص لحين ما خلصنا منه. وبعد ما نخلص من إطلاق النار كنا حاطين دواليب على الأرض تحت منه، نرجع نحط دواليب فوقهم ونشغل النار فوق منهم لحتى يصير ما تطلع ريحة يعني بالمنطقة. شعلنا فوق منهم نار واطمرنا الجورة. طمرها هو يعني بعد يوم يعني ما عاد رحنا هونيك. انت بقرارة نفسك؟ انا بقراري نفسي، انا بدون ما عندي رتبة عسكرية انه عطتني امر او ضابط او لواء. لو كان عندي بقول لك انا بالعكس بشيل المسؤولية عن حالي. والله انا ما اخترت الضحايا، مو اختياري، مو كان متفق عليه العدد 40 شخص يعني. هيك صار، هيك تكونت الظروف وانخلق العدد يعني. هذا يعني ما اخترناهم. انا اطلع معه جيب فلان مثلا، فلان من الناس عليه معلومات، او اجى حدا كتب فيه تقرير او وصل معلومات عنه انه كان مع المسلحين بمنطقة ما وطلع مثلا وطابق متخبى. فلان كان يدعم المسلحين بمادي او اي شيء. هيك كانت تجي المعلومات، وعلى اساس نطلع نجي. عقبال